مفيش بنت اعرفها بتسوق الا وحصل معاها الموقف ده، فنصيحه مهمه لاغلب الستات اللي بتسوق او حتى اغلب الرجاله اللي بتسوق جديد، لان النصيحه دي اغلب الرجاله تقريبا عارفينها، بس برضو الرجاله اللي بتسوق جديد بتقع فيها، فحابب انوه عليها تاني. لو كنت داخله البنزينه لاي غرض، حد جالك وقال لك يا استاذه الكاوتش بتاعك نايم، او قال لك الفرده بتاعتك دي محتاجه تتلحم، ما تصدقيهوش، لان اغلب بتوع الكاوتش اللي ما عندهمش ضمير يعملوا كده ويصطادوا الناس اللي مش فاهمه عشان يستغلوهم. فطالما انت او انت مش شايفه فرده الكاوتش قدامك نايمه على الارض زي الصوره اللي هتظهر كده، يبقى انت ما عندكيش مشكله وممكن تكملي بيها طريقك عادي. وممكن لو هي مريحه شويه زي الصوره كده تزوديها هوا وتمشي عليها بدون اي مشكله، طالما سرعتك ما بتعديش ال 80 او ال 90 لحد ما توصلي مشوارك وتروحي لحد مضمون يبص لك عليها. وضروري جدا وانت واقفه تزودي الكاوتش تنزلي تقفي جنبه وتبصي على ايده كويس، لان للاسف اغلبهم اللي ما عندوش ضمير بيمسك آلة حاده ويفضل يخرم الكاوتش بيها وهو عامل نفسه ان هو بيزود هوا عشان لما تنزلي له يوري لك الاخرام ويقول لك ان الكاوتش مخروم. على فكره اوقات الكاوتش بيتخرم والمسمار بيخش جواه وما بيفسيش، لان المسمار لسه موجود جوه الخرم وسده، فده طبيعي جدا. طيب لو الموقف خطير ومضطره تعملي الخرم ده، مفيش حاجه اسمها لحام الماني، لحام تايواني، لحام هندي، اصل اللحام ده جاي مخصوص من اليابان، مفيش الكلام ده، كلها عباره عن حتت كاوتش والحامات كلها جايه من الصين، والفروق بينهم بسيطه جدا. ومفيش حاجه اسمها الفرده فيها 13 خرم والخرم ب 200 جنيه، لو فيها 13 خرم فهو اللي عاملهم، لان انا اقصى فرده شفتها في حياتي فيها حوالي 4 اخرام، والحام الخرم الواحد لا يتعدى ال 20 جنيه، او لو انت في منطقه بعيده او على طريق سفر فممكن يوصل ل 40 او حتى 50 جنيه بالكتير، ده لو هو فاتح في السلوم وما قدامكيش غيره. وبلاش تعملي اي ترصيص او اي خدمات تانية عنده، وبلاش لحام الخابور اطلاقا. لحام الخابور ده لو انت ما تعرفيش شكله فهو اللحام اللي بيتعمل في الفرده من بره من غير ما تتفك من العربيه، ممكن يضحك عليك ويقول لك ده لحام سريع، والنوع ده من اللحامات بيبوظ الكاوتش ويقلل من عمره الافتراضي، والمفروض ما يتعملش غير في حالات الطوارئ فقط. وكمان انت ما تضمنيش وهو عمال يحط الخوابير من بره هو بيحطها اصلا في اماكن فيها خرام ولا لا، هو بيخرم بآلة حادة ويخش يسيب الخابور ويخرم، هو عمال يحط الحامات وخلاص عشان يطلع منك باكبر كميه فلوس، وهو بيقول لك بقى اللحام ب 50 جنيه وهو سعره اصلا ما بيعديش ال 10 جنيه. وخلي بالك دايما طالما انت مش مرتاحه ممكن تغيري العجله وتركبي الاستبن عادي، وهو المفروض ما ياخدش اكتر من 20 جنيه في العمليه دي. وافتكري دايما ان طالما الكاوتش مش مقطوع او مفرقع فعادي جدا تزودي الكاوتش هوا وتمشي عليه لاقرب حد مضمون بتاع كاوتش، لان فرده الكاوتش المخرومه مش بتفسي بسهوله وهي ماشيه الا لو الخرم اللي فيها كبير، وده نادرا لما بيحصل. فرده الكاوتش المخرومه بتنام والعربيه واقفه اسرع بكتير مما والعربيه ماشيه. انا ساعات الكاوتش بتاعي بيتخرم وامشي عليه لمده يومين لحد ما افضى واروح الحمه، فعادي جدا انك تمشي على فرده مخرومه، المهم ان سرعتك ما تعديش ال 100 او ال 120، فما تقلقيش طالما انت مش شايفه الفرده على الارض زي الصوره اللي انا وريتها لك قبل كده.